بهيئة التعزية له، انما ده ارضاء للناس اللي قالوا له وليه. فإن أصابت الإمرة سعدا. ما هو سعد بن ابي وقاص من ضمن الستة، فكان عمر يميل اليه الى حد ما، فقال ان اصابت الامرة سعدا فهو ذاك خلاص. وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. وإلا إذا ما أصابتهوش الإمارة فليستعن به أيما أمر، يعني طول ما هو أمير يجب أن يستعين بسعد. فإن وليها سعد فذاك خلاص، لم يليها سعد يبقى اللي هيتولى الخلافة لابد أن يستعين بسعد بن أبي وقاص، لأن سعد بن أبي وقاص قائد، مش بس التقى والنهى والعلم، لا، القيادة للجيوش والفتوحات. سعد بن أبي وقاص ياما له قدم وقدم في الإسلام لا يبارى، مسدد الرمية مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يشاور عليه كده يقول ايه: هذا خالي فليرني امرؤ منكم خاله. حد له خال زي خالي؟ يعني عايز يقول كده ادي خالي اهو. وكان يقول اللهم سدد رميته واستجب دعوة، فكان مسدد الرمية لا يخطئ. الرمية هي الرمية، والدعوة خلاص لا ترد. فإذا وليها سعد فذاك فهو أهل لها يعني، وإن وليها غيره فليستعن به ما أمر، أي طالما كان أميرا. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. عن عجز يعني عن تقصير، عن ايه؟ تقصير في عمله، والخيانة ضد الأمان. ايه القصة دي؟ وعزلوا ليه؟ الحكاية ببساطة في خلافة سيدنا عمر، سعد بن أبي وقاص كان والي على أراضي العراق والكوفة وما إلى ذلك. هو اللي فتحها، هو ايه؟ اللي فتحها، هو اللي دخل المعارك، وهو اللي قاد ولا آخره، وهو اللي بنى الأمصار هناك وقسم المدن، فكان والي. وكان سيدنا عمر بيبعت طبعا يتعسعس عن أخبار ايه؟ الرعية. فجم ناس من أهل الشقاق، من أهل النفاق، من أهل العراق، بعتوا لعمر وشكوا له سعد. شكوا له ايه؟ سعد. وقالوا ان سعد لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية. فسيدنا عمر بعد جاب سيدنا سعد بن ابي وقاص قال له: يا سعد، الناس بتشتكي منك وبتقول لك انت بتصلي بيهم، ما بتعرفش تصلي بيهم. انتقدوا سعد في صلاته. فسيدنا سعد بيقول له: والله اني لا اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخرم منها شيئا، اطيل في الاوليين واركض في الاخريين. فسيدنا عمر قال له: ذاك الظن بك يا ابا اسحاق. فبيقول له: والله لقد كنت رابع 4 في الاسلام، وما فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا بابيه وامه سواي. فكان يقول: ارمي سعد فداك ابي وامي، اللهم سدد رميته واستجب دعوته. ثم جاء بنو فلان يعيروني في الصلاة، لقد خسرت وخبت. حاجة تزعل قوي لما ناس حديث وعهد بالاسلام، ناس كانت بتعبد النار اول امبارح، جايه تعايب على صلاه سعد بن ابي وقاص. حاجه يعني شقاق ونفاق. ولذلك لفت لهم ودارت وراح لهم اللي قال لهم: ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها، يا اهل الشقاق يا اهل النفاق، انا ابن جلع وطلعوا الثنايا. ايوه، ربنا بينتقم، ربنا ما بيسيبش.
فسيدنا عمر عشان يرضي الرعية وكان بيخاف قوي من المسؤولية، وبعدين كانت الولاية بالنسبة لهؤلاء تكليف وليس تشريف. قالوا طيب يا سعد ذاك الظن بك، ارجع وهبعت معاك واحد يلف بيك المساجد ويشوف الناس هتقول ايه. خده ولف بيه، ما دخل مسجدا قط الا واثنى الناس على سعد خيرا. حد ما دخل مسجد والراجل واقف الصحابي بيقول لهم انشدكم الله ورسوله، قولوا لي ايه رايكم في سعد والكلام ده. راح قايم راجل مسكين مبتلى قال له انا لقد نشدتنا الله ورسوله، يعني بدل حلفتنا بقى هنقول بقى. قال له قول. قال له لا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه ولا يسير بالسريه. سيدنا سعد قاعد لما شاف كده قال ايه؟ اللهم ان كان هذا الرجل قد قام رياء وسمعه فسمع به ورائي به واطل عمره. مش بقى يموت، ما دعش عليه بالموت، لان الموت رحمه والموت ستره، ده دعا عليه طول عمره. ها؟ اللهم اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. يعني طول عمره وفقره وعرضه للفتن ورائي به وسمع به. ومشي غضبان وعزلوا سيدنا عمر عشان واحد قال فيه الكلام ده. عزل. عشان كده بيقول هنا ايه؟ فوالله ما عزلته عن عجز ولا خيانة. امال عزلته ليه؟ امال عزلته ليه؟ طيب لما انت بتقول كده دلوقتي عزلته ليه؟ خاف عليه. خاف عليه. خاف عليه من ايه؟ من مثل هؤلاء المنافقين، مثل هذا المرائي الذي قام وكذب وحلف وادعى واتهم خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من العشرة المبشرين بالجنة. واصبح هؤلاء الناس ليسوا اهلا لان يولى عليهم مثل سعد. من اجل ذلك عزل. عشان كده اقر والفه على الموت. ما عزلته وحلف والله ما عزلته عن عجز ولا خيانة. المهم بقية القصة عزل سعد وحمد ربنا على كده، على العافية، لان ده عافية، انا مالي ومال المسؤولية. لفت ليام ودارت وطال عمر الرجل حتى سقط حاجبه. شوف بقى كبر لحد ما الحواجب دي لما الجسم بيرهدل ويبقى فيه بقى الجلد يدلدل واللغد ينزل كده والعينين تعمل كده، حواجبه سقطت على عينيه، وقعت كده من كتر الكبر. ها؟ ولم يجد ما يقتد به، فقير لدرجة انه يستجدي الناس بعد غنى. وبعدين مش بس كده، ما كانش له شغل غير انه طول النهار ماشي في الشوارع والحواري، كل ما يشوف بنت ماشية يجري وراها ايه ويقفش فيها. يقفش فيها. راجل كبير في السن وحواجبه ساقطه وعيب كده ما يصحش حاجه، يعني مش لسنه. هيعملوا فيه ايه ده؟ هيجلدوه، ده جلده واحده يموت. فكانت الناس تمسكه وتبدعه وتقول يا راجل انت جرالك، انت جنيت، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي بتعمله ده؟ تعرفوا لهم ايه؟ شيخ كبير اصابته دعوة سعد. شوف الاقرار، شوف الاعتراف. شيخ كبير خرف اصابته دعوة سعد. فاستجاب ربنا دعوة سيدنا سعد في الراجل ده. من هنا انا بس حبيت اشرح الجملة اللي قالها سيدنا عمر دلوقتي وهو يوصي، حيث قال وإن وليها سعد فذاك وإن وليها غيره فليستعن به ما أمر، فإني والله ما عزلت عن عجز ولا خيانة.